كوكا بالموزاريلا مورقة بدون عجين مورق، نتيجة ولا أروع. راح نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. السلام عليكم، مرحبا بكم أخواتي وأحبتي في الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم بإذن الله راح نحضروا مع بعض كوكا مورقة بدون عجين مورق بالموزاريلا. وباش نحضروا هذه الوصفة نحتاجوا المقادير التالية. للعجين نحتاجوا كيلو زيت، كيلو ماء، ملح، فرينة باش نضموا العجينة. وللتوريق نحتاجوا زيت ومايزينا أو نشا. وللحشوة نحتاجوا لحم مرحي، طماطيش مسكرفجة، حبة بصل كبيرة مقطعة رقيق، سنينة توم، نحتاجو زيتون خضر، معدنوس مقطع. بالنسبة للتوابل نحتاجو الملح، مغرفة صغيرة فلفل كحل، مغرفة صغيرة زنجبيل، مغرفة صغيرة فلفل عكري، مغرفة صغيرة راس الحانوت. ونحتاجو موزاريلا. انا فضلت اليوم اني نعطيلكم النوعيه تاع الموزاريلا، لانه كانت واحد الاخت سالتني قالت لي واش هي النوعيه اللي تخدمي بها. انا يعني هاد الموزاريلا هذه ثاني مره نستعملها، موزاريلا شيمه. هذا النوعيه يعني سبق واستعملتها في المقارون وعجبتني بزاف، لهذا حبيت نعطيلكم النوعيه اللي نستعملها. اذا اول خطوه راح نقوم بها، راح نطيبوا الحشو تاعنا. راح نحط شويه زيت، حوالي 3 مغارف كبار، ونحطوا البصل يتقلى. هنا كما نعرفوا اللحم مرحي يحتاج كميه مليحه تاع البصل. انا هنا درت حبه بصل كبيره، نقليها مليح. بعد ما تقلى البصل مليح راح نضيف كميه تاع اللحم المرحي اللي عندي. وهنا بالنسبه لافيونداشي يعني ديروا الكميه اللي تحبوها. انا هنا درت حوالي 300 غرام. نقليو هاد اللحم مرحي مع البصل مليح. هنا انا راح نجيب فرشيطه هكذا باش نفتح اللحم مرحي تاعي ويتقلى مليح. راح نزيد نسكرفج سنينه تاع الثوم اللي عندي. انا هنا نفضل اني ما نسكرفش الثوم مع البصل، لانه راح يتخسر لنا هذيك النكهه تاعو. من الاحسن ان نضيفوه مع اللحم مرحي. الان راح نضيف التوابل. نضيفوا الملح، فلفل كحل وزنجبيل، فلفل عكري وراس الحانوت، ونضيف طماطيش مسكرفجه. هنا لازم ديروا كميه مليحه لانه هاد لافيونداشي راح يطيب لنا فيها الطماطيش. وراح نقص النار، نقصها تماما ونخلي هاد لافيونداشي يطيب على خاطرو. الان راح نبدا نحضر العجين. راح نجيبو ان ريسيبيون، نحطو فيه كيلو تاع الزيت، نضيفو الكيلو تاع الماء والملح، نخلطوهم مليح حتى يتجانسوا. مكونات بسيطه متوفره في كل بيت وتمد نتيجه ولا اروع. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه. اذا بعد ما تجانس الماء مع الزيت راح نبداو نضيفوا الفرينه بشويه حتى نتحصلوا على عجينه. نضيف الفرينه، نستعمل يدي، نضيفوا الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه ما تلصقش في اليد. اذا بعد ما تحصلنا على عجينه هاي لكم، ما لازمش تكون طريه. راح نعجنها شويه حوالي 2 دقائق. هاد العجين ما يسحقش انه نعجنوه او ندلكوه.
اذا هاي لكم العجين تاعي بعد ما عجنته شويه. راح نخلوه يرتاح مده 10 دقائق. وبالنسبه لهذا العجين ما لازمش تغطوه في الوقت اللي يرتاح، لازم تخلوه هكذا، لانه اذا غطيناه راح يطلق لنا الزيت. يعني ما نغطوهش، نخلوه هكذا. راح نخلوه يريح ونعاود نولي لكم. اذا كما راكم تلاحظوا الحشو تاعنا راه وجد. وهنا بالنسبه للحشو يعني اللي تحب الخضره تقدر تضيف له الخضره، تقدري تضيفي له حبه زروديه وحبه قرعه مسكرفجين، واللي عندها ثاني اللحم ملحي تاعها قليل يعني تضيف له الخضره مسكرفجه ما راحش تجي تبان. اذا بعد ما طاب الفيونداشي تاعي راح نضيف له زيتون خضر ونضيف له المعدنوس. انا هنا المعدنوس والزيتون الخضر نفضل اني نضيفهم في الاخير. ونطفي عليه النار لان الحشو تاعي راهو جاهز. راح نخلوه يبرد تماما. بعد ما جلست مده 10 دقائق العجين تاعي راهو ريح. راح نبداو نفتحوها. انا هنا درت عجينه كبيره راح نقسمها على زوج. نحاول نعملها على شكل مربع او مستطيل. راح نرشوا لو بلون دو طرافاي تاعنا بالفارينه. راح نفتح العجينه تاعي على شكل مربع او مستطيل. نفتحوها رقيقه، لازم تكون رقيقه تماما. اذا كما راكم تلاحظوا انا فتحتها رقيقه. هنا راح نروحوا لاهم خطوه، راح نروحوا نبداو نورقوا العجينه تاعنا. راح نجيب المايزينا والزيت. راح ندير المايزينا في الزيت. تنحصلوا على كريمه. وهنا الكريمه تاعنا يعني ما لازمش تكون عاقده، تكون كريمه يعني شويه سايله، لانه اذا درتوها كريمه عاقده بزاف راح تجينا العجينه تتقطع. اذا هاوليكم القوام تاع الكريمه تاعنا، كريمه سائله. راح ندهن هاد العجينه بالكريمه اللي تحصلت عليها. ندهن وجه العجينه تاعنا. نحاولوا ما نوصلوش للاطراف. اذا بعد ما دهنت وجه العجينه تاعي مليح، هنا راح نجيو نعملوا حربوش من هاد العجينه. راح نلفها نروليها هكذا بهذه الطريقه. هنا انا على هذا قلت لكم لازم نفتحوا العجينه تاعنا رقيقه، لانه كل وين كان عندنا عدد اللفات اكثر كل راح يجينا التوريق اكثر. اذا هاوليكم الحربوش اللي تحصلنا عليه. هذا الحربوش راح نخليوه يريح مده 10 دقائق ونعاود نولي لكم. بعد ما ريح الحربوش تاعي مده 10 دقائق، هنا واش راح ندير له؟ راح نقسمه على زوج. اذا هاوليكم الطوريق تاعنا. انا هنا قسمته على زوج. راح ندير طبقه يعني اللي تجي تحت وهذه الطبقه اللي تجي من الفوق. اذا راح نبدا نفتح الطبقه الاولى. راح نرشوا الفارينه. انا اليوم راح نطيب الكوكا تاعي في مول دائري، يعني راح نفتحها على شكل دائره. وفيما سبق يعني كنت عملتها في سنيوه مربع. نتوما حسب السنيوه اللي متوفره عندكم. اذا بعد ما فتحتها وفتحتها رقيقه راح نرفدها ونحطها في سنيوه. راح نسقمها في سنيوه. نجيبو موس ونقطعو الزائد. اذا
كما لاحظتوا انا هنا ما دهنتش سنيوه، يعني ما تخافوش منها، ماهيش راح تلصق. راح نجيبوا الحشو تاعنا، وهنا بالنسبه للحشو لازم تخلوه يبرد تماما. راح نحطه على العجين، نوزع الحشو على كامل الوجه. اذا بعد ما عملت طبقه على الوجه تاع العجينه كما راكم تلاحظوا، راح نجيبوا الموزاريلا اللي عندي. هاي لكم كما قلت لكم راح نستعمل هذا النوع شيماء، لانه بصراحه عجبني بزاف، على هذا حبيت نعته لكم وحبيت نفيدكم به، لانه كاين بعض الاخوات يسالوني بزاف يقولوا لي نعطي لنا المنتوجات اللي تستعمليها في وصفاتك. وانا قررت من اليوم انه كل وين نلقى يعني منتوج يعجبني ويقنعني راح نفيدكم به. وانا لقيت هذا المنتوج موزاريلا شيماء عجبني بزاف، لانه طبيعي، يعني حتى كي تاكلوه تحسوه طبيعي يعني فعلا. اذا راح نفتحوه. يعني حتى كي تاكلوه تحسوا انه طعمه مختلف، يعني مختلف تماما الانواع تاع لي موزاريلا اللي مولفين نشريوهم من الاسواق. اذا راح نقطع الموزاريلا تاعي. انا اليوم فضلت اني نقطعو شرائح، مانيش راح نسكرفجو. راح نحطو الموزاريلا، نحطوه قطعته شرائح رقيقه. اذا بهذه الطريقه. الان راح نروحوا مع بعض نفتحوا العجينه الثانيه، يعني الطبقه الثانيه اللي راح نغطيو بها الحشو بنفس الطريقه اللي فتحت بها الطبقه الاولى. راح نرفدها ونغلق بها. بهذه الطريقه. راح نقطعوا العجينه الزايده. الان راح نجيبوا فرشيطه، راح نغلقوا بها الاطراف. بعد ما غلقت الاطراف مليح بالفرشيطه، هنا نحتاجوا للتزيين حبه بيض وجلجلان وزيتون كحل. راح نقطع الكوكا تاعي. هنا ما لازمش تقطعوها يعني تماما، غير تراسيو. راح نحطو بيضه كامله. هنا اللي تحب تستعمل غير الصفر تقدر تستعمل غير الصفر وحده. راح نضيف لها رشه نسكافيه هكذا باش تعطينا لون مليح. هنا اللي تحب دير الحليب دير نص مغرفه صغيره حليب. راح نخلطهم مليح. راح ندهن بهذا الخليط وجه الكوكا. وانا هنا راني شعلت الفور على 180 درجه، يعني لازم يكون الفور تاعنا مسخن من قبل. وراح نحطو زيتون كحل، ونرشو جلجلان. اذا بعد ما كملت التزيين تاعي راح ندخلها للفور على درجه حراره 180 مسخن مسبقا. وهنا كي بعد ما يسخن الفور تاعنا راح نطفيه من الفوق، نخليه غير من التحت. كي نشوفوها طابت من التحت راح نشعللها من الفوق تتحمر ونعاود نولي لكم. اذا هاي لكم الكوكا تاعنا بالموزاريلا كما راكم تلاحظوا خرجت ما شاء الله. هنا راهي مازالها سخونه. راح نقطع لكم حبه نشوفوها. اذا راح نشوفوا حبه. اذا هاي لكم الكوكا تاعنا مورقه بدون عجين مورق بالموزاريلا، يعني كوكا ولا في الاحلام. نتمنى انكم تجربوا الوصفه تاع اليوم بنفس الطريقه تاعي وتخليوا لي رايكم في لي كومونتير. وما تنساوش اذا عجبكم لا فيديو ديروا لي جيم
ونلتقي في وصفة جديدة، والسلام عليكم.